تكون جالس في دارك ويدق عليك واحد خينا يحط قدامك شيك خاوي ويحط قدامك فردي ويقول لك جمله واحده غتغير حياتك، الشراء ولا الموت، بلاطه وبلومو. اما تاخذ هاد الفلوس وتغمض عينيك، اما هاد الرصاصه غتمشي نيشه لراسك ولعائلتك. هذه ما كانتش لقطه من فيلم هوليوودي، هذه كانت هي القاعده باش عاشت كولومبيا اكثر من 20 عام. والسباب راجل واحد، راجل اللي قدر يجمع ثروه خياليه لدرجه ان الفئران كانت كتاكل ليه اكثر من 2 مليار دولار في العام من فلوسه المخبعه تحت الارض. راجل اللي كان كيشري السلوفان ب 2500 دولار في الشهر غير باش يجمع الرزام ديال الفلوس. اليوم غادي نرجعوا بالزمان اللور وغادي نمشيو لواحد البلاصه سميتها ميديلين في كولومبيا باش نعرفوا القصه الكامله بالتفاصيل الممله والمخفيه ديال اكبر واخطر بارون مخدرات عرفوا التاريخ، بابلو إسكوبار. كيفاش ولد فقير حافي رجلين ولد معلمه وفلاح غادي يولي كيتكمش مع اغنى اغنياء العالم في مجله فوربس، وكيفاش غيركع دوله كامله وقوه عظمى بحال الميريكان. دير كاس داتاي ولا قهوه، زير الصمته ويلا بينا. في 1 دجنبر 1949 في واحد القريه صغيره سميتها ريو نيغرو في كولومبيا غتولد دري صغير سميتو بابلو. عائلته كانت دراوش بزاف، الاب فلاح بسيط والام معلمه في مدرسه ابتدائيه. من صغره بابلو كان كيشوف الميزيريا كدور بيه. كولومبيا ديك الساعات كانت عايشه في واحد الفتره كيتسمى لا فيولنسيا، العنف، حروب اهليه والطحن بين الاحزاب، يعني بنادم كيكبر وسط الدم. واحد النهار وبابلو باقي دري صغير غيمشي للمدرسه وغادي يطردوه حيت ما عندوش الصباط. تخيل معايا، طردوه حيت حافي. رجع لدارهم كيبكي وشاف مو قال ليها واحد الجمله اللي غتولي هي المحرك ديال حياته كامله: مي انا غنولي غني، والنهار اللي غنكمل فيه 30 عام الا ما كنتش عندي مليونير غنمشي ننتحر. بابلو ما كانش باغي يقرا، كان باغي يدير الفلوس وباي طريقه. فاش دار 16 عام بدا كيبان ليه الضوء في الزنقه. اول بيزنيس دار كان كيمشي للمقابر. نعم، المقابر. كان كيشفر الشواهد ديال القبور اللي مصنوعه من الرخام، كيحكهم ويمسح السميات اللي فيهم ويعاود يبيعهم للناس اللي عاد ماتوا عندهم اقاربهم. من بعد طور لي توش ديالو وبدا كيشفر الطوموبيلات، كيبدل ليها الماتريكول ويبيعها بياس. ولكن نقل النوعيه فاش دخل العالم الكيدنابينغ ولا الاختطاف، كان كيختطف المسؤولين والاغنياء وكيتفاوض معاهم على الفديه. تما فين بدات كتبان الشخصيه القاصحه ديال بابلو. كان هادئ ما كيتعصبش، ولكن الا قال غنقتل كيقتل بلا ما يرمش ليه الجفن. حنا دابا في بداية السبعينيات. بابلو لقى راسو كيدير فلوس زوينة من الشفرة، ولكن كان طامع في شي حاجة كبر. في ذاك الوقت كانت واحد النبتة بدات كدير الضجة في البيرو بوليفيا وكتصنع منها بودرة بيضاء سحرية، الكوكايين. بابلو كان عنده الذكاء التجاري، فهم باللي هاد المادة هي المستقبل. وحيت كولومبيا جات في موقع استراتيجي قريب الميريكان، سوق الاستهلاك الأكبر، قرر يدخل لهاد البيزنس. في الاول كان بابلو براسو كيسوق الكاميونات، كيجيب عجينات الكوكايين من البيرو، كيطبخوها في مختبرات سريه وسط الغابات د كولومبيا وكيخرجوا منها الكوكايين الصافي. ومن بعد كان كيهزها في شنطه السفر في طيارات عاديه ويمشي بها الميريكان. ولكن اللعبه غتكبر فاش غيتلاقى بابلو مع واحد خينا سميتو كارلوس ليهدر. كارلوس كان كاري ميريكاني وعنده عقليه المافيا الحديثه. قال بابلو: صاحبي، هالطريقه الشنطه بايخه، علاش ما نشريوش جزيره كامله في البهاماس ونرجعوها محطه سريه؟ الطيارات ديالنا يهزوا الكوكايين من كولومبيا، يحطوا في الجزيره، يعمروا المازوت ويدخلوا الميريكان بحال الطيور. وهذا ما كان. شراو جزيره سميتها نورمانسكي، جراو على السكان ديالها بقوه السلاح وبنوا فيها مطار سري ومختبرات ورادارات. تما ولات الطيارات د بابلو كتدخل الميريكان بالطوم، ماشي بالجرام، بالطوم. فاش كتر هاد الفلوس بابلو فهم باللي بوحدو ما يقدرش يحمي هاد الامبراطوريه. جمع كبار المهربين في كولومبيا، عائله اوتشوا، غونزالو غاتشا وغيرهم، وقال لهم: عوض ما نبقاو نتقاتلوا بيناتنا غنديروا شركه وحده وحنا اللي غنتحكموا في الثمن وفي كل شيء. ومن هنا تاسس اخطر تنظيم اجرامي في التاريخ، كارتيل ميديلين. هاد الكارتيل كان منظم بحال شي دولة وسط دولة، عندهم جيش ديالهم، طيارات حربية، غواصات، نعم غواصات كيهزوا فيها الكوكايين تحت البحر الميريكان، وعندهم علماء ومختبرات. في قمة الازدهار ديالهم كارتيل ميديلين كان كيهرب 15 طن الكوكايين في النهار الواحد الميريكان، يعني تقريبا 400 مليون دولار كتدخل ليهم في النهار. الفلوس ولات كتجي كتر من القياس لدرجة أن بابلو ما بقاش لقى فين يخبعها. بدا كيبني حيوط في المنازل ويعمرهم بالفلوس، كيدفنها في الغابات وكيديرها في مخازن تحت الأرض.
وخويا روبرتو إسكوبار اللي كان هو المحاسب ديالو كتب في كتابه باللي كانوا كيخسروا $2500 غير على السلوفان ولا لاستيكات باش يجمعوا الفلوس، وكانوا كيحيدوا 10% من الأرباح كل عام، يعني الملايير في الخسائر حيث الفئران كتاكل ورقة الفلوس ولا كيرشي بالماء بسبب الرطوبة. فاش كتولي عندك مليار ورا مليار كتوصل لواحد المرحلة ما بقاش هامك فيها الفلوس، كيولي هامك حاجة واحدة كبر، السلطة والنفوذ. بابلو إسكوبار دار في بالو فكرة هبيلية، بغى يولي رئيس ديال كولومبيا، ولكن باش يوصل لهذا الشيء كان خاصو يبدل صورته قدام العالم. ما بغاش يبان كتاجر مخدرات، بغى يبان كبطل قومي. مشى للمناطق الفقيرة والمهمشة في مدينين اللي الدولة نساتها، وبدا كيبني ليهم ديور فابور، حي كامل تسمى حي بابلو إسكوبار. بنى لهم ملاعب الكرة، مدارس ومستشفيات، وكان كيفرق الفلوس كاش في الزنقة على الدراوش. الناس تما رجعوه بحال روبن هود، ولاو كيعشقوه ومستعدين يموتوا عليه. في 1982 الخطية نجحت، وبابلو غينتخب كنائب برلماني تعويضي في مجلس النواب الكولومبي. دخل البرلمان بالبدلة والكرافطة وجلس وسط السياسيين وهو حط رجل على رجل، قمة المجد. ولكن الفرحة ما غدومش. واحد وزير العدل شاب وشجاع سميتو رودريغو لارا وقف وسط البرلمان وفضح كل شيء. جبد تصور القدام د بابلو فاش كان كيتعتقل في شفرة الطوموبيلات، وقال لهم هاد خينا اللي جالس معنا ماشي سياسي، هذا أكبر بارون كوكايين في العالم. هاد الصدمة خلات البرلمان يجري على بابلو. الكبرياء ديال إسكوبار تخرج ليه من عينيه وحلف ما يدوزهاش ليهم. شنو دار؟ في ابريل 1984 جوج دراري صغار مطيرين في الموتور صيفطهم بابلو غيلحقوا بالوزير لارا في العاصمه بوغوطا وغيرشوه بالرصاص في وسط طونوبيلتو. هذه كانت هي الرصاصه اللي اعلنت البدايه القيامه في كولومبيا. من بعد مقتل وزير العدل الدولة الكولومبية تخلعت وفهموا باللي اللعب سالة. ميريكان دخلت على الخط وضغطات على كولومبيا باش يوقعوا على اتفاقية الترحيل اكستراديشن. هاد الكلمة كانت هي الكابوس الوحيد ديال بابلو ما كانش كيجفل من الحبس د كولومبيا حيت عارف راسو غير شيهم ويخرج، ولكن كان كيموت بالخوف من الحبس د ميريكان. وعنده جملة شهيرة كان كيقولها ديما: قبر في كولومبيا ولا زنزانة في ميريكان. بابلو أسس تنظيم سري سميتو المرحلون لوس إكستراديتابليس، وبدا الحرب الشاملة ضد الدولة. شعارها الوحيد: غادي نقتلوا أي واحد كيدعم الترحيل. هاد الفترة أواخر الثمانينات كانت جحيم كحل في كولومبيا. بابلو بدا كيعطي بريم فلوس لأي واحد قتل بوليسي في المغربلين. تخيل معايا تمشي تقتل بوليسي تجيب ليهم نمرته وتاخذ 1,000,000 ولا 2. كتر من 500 بوليسي توتو غير في زنوق د ميديلين. ما حبسش هنا. في 1989 دار أكبر عملية إرهابية في التاريخ أمريكا اللاتينية. عرف باللي كاين واحد المرشح للرئاسة سيزار غافيريا غيركب في واحد الطيارة ديال الركاب تابعة لشركة أفيانكا فلايت 2 و 3. بابلو صيفط دري صغير مكلخ، عطاه شنطة وقال لي فيها ماكينة ديال التسجيل ديال الصوت، بغيتك غير تخدمها فاش طير الطيار. الدري ما كانش عارف باللي وسط الشنطة كاين المتفجرات الصفر. الطيارة طارت، الدري ورك على البوطون، الطيارة تفرقعت في السماء وماتوا 107 ديال الناس الأبرياء. والصدمة الكبيرة المرشح للرئاسة ما ركبش أصلا في ذاك الطيارة بسبب شي تغيير في المواعيد. بابلو فجر كذلك مقرات المخابرات، فجر سيارات مفخخة في المولات وفي الأسواق، وقتل قضاة وصحفيين ومرشحين للرئاسة. كولومبيا ركعات ولات كتطلب غير السلاك. في 1991 ومن بعد ما الدم وصل للركابي، بابلو دار صفقة أسطورية مع الحكومة الكولومبية. قال لهم أنا غنستسلم وندخل الحبس، ولكن بشروطي. أولا تلغيو قانون الترحيل الأمريكان بصفة نهائية. ثانيا أنا اللي غنبني الحبس ديالي بيدي وفي البلاصة اللي بغيت، وأنا اللي غنختار الحراس اللي غيعسوا عليا. والعجيب الحكومة وافقت غير باش تحبس هاد الشلال الدم. بابلو بنى سجن سماه لا كاتيدرال فوق واحد الجبل مطل على مدينته ميديلين. ولكن هاد الشيء ما كانش حبس، هذا كان اوتيل 5 نجوم بالسيرفيس العالي. الحبس كان فيه تيران الكرة، صالة الجاكوزي، بار ديال الشراب، قاعة الألعاب وبيوت فخمة. بابلو كان عايش تما بحال المير الملك. العاهرات وفنانة كبار ولعابة الكرة معروفين بحال الحارس الأسطوري ريني هيغيتا كانوا كيطلعوا عنده للجبل باش يقصروا معاه في الحبس. ومن داك الحبس كان بابلو مازال كيسير الإمبراطورية ديالو بالتليفون ولا سلكي، وكيصيفط الأوامر باش يتقتلوا. في 1991 ومن بعد ما الدم وصل للركابي، بابلو دار صفقة أسطورية مع الحكومة الكولومبية. قال لهم أنا غنستسلم وندخل الحبس، ولكن بشروطي. أولا تلغيو قانون الترحيل الأمريكان بصفة نهائية. ثانيا أنا اللي غنبني الحبس ديالي بيدي وفي البلاصة اللي بغيت، وأنا اللي غنختار الحراس اللي غيعسوا عليا. والعجيب الحكومة وافقت غير باش تحبس هاد الشلال الدم.
بابلو بنى سجن سماه لا كاتيدرال فوق واحد الجبل مطل على مدينته ميديلين. ولكن هذا الشيء ما كانش حبس، هذا كان اوتيل 5 نجوم بالسيرفيس العالي. الحبس كان فيه تيران الكرة، صالة الجاكوزي، بار ديال الشراب، قاعة الألعاب وبيوت فخمة. بابلو كان عايش تما بحال المير الملك. العاهرات وفنانة كبار ولعابة الكرة معروفين بحال الحارس الأسطوري ريني هيغيتا كانوا كيطلعوا عنده للجبل باش يقصروا معاه في الحبس. ومن داك الحبس كان بابلو مازال كيسير الإمبراطورية ديالو بالتليفون ولا سلكي وكيصيفط الأوامر باش يتقتلوا الخونة. الحكومة كانت سادة عينيها حتى لواحد النهار في 1992 بابلو شك في جوج من الشركاء الكبار ديالو باللي تياكلوا ليه رزقه. عيط عليهم للحبس باش يتناقش معاهم. فاش طالعوا عذبهم، قتلهم وحرق جثثهم وسط الحبس. فاش خبار هذه الجريمة وصلت للإعلام والميريكان ناضت نايضة. الرئيس الكولومبي حس بالدل وعطى الأمر للجيش باش يقتحموا السجن وينقلوا بابلو لحبس حقيقي ضد الدولة. ولكن بابلو اللي كان داير حساب لهذا النهار خرج من الباب الخلفي ديال الحبس وسط الضبابة وهرب بكل سهولة للغابة. رجع عاوتاني فار طار. فاش هرب بابلو إسكوبار من سجن لا كاتيدرال، ميريكان دارت يدها في خدها وقالت الصافي اللعب سالة. الرئيس الميريكاني صيفط فرقة خاصة من دلتا فورس وأحدث أجهزة التجسس ديال CIA والDEA. هاد المرة ما بقاش الهدف هو الاعتقال، الهدف كان هو التصفية الجسدية. الحكومة الكولومبية أسست فرقة خاصة بالنخبة سميتها كتلة البحث بلوكي دي بوسكيدا. مهمتها وحيدة، يقلبوا على بابلو زنقة دار دار. ولكن الصدمة الكبيرة لبابلو ما جاتش من الدولة، جات من وسط عالم الجريمة. كاع الناس اللي أذاهم بابلو والمنافسين ديالو في كارتيل كالي العدو الودود ديالو تجمعوا وأسسوا تنظيم سري سميتو لوس بيبيس، يعني الناس المتضررين من بابلو إسكوبار. هاد التنظيم دار نفس السياسة ديال بابلو ولكن ضده هو. بداو كيقتلوا المحاميين ديالو، كيفجروا الممتلكات ديالو وكيصفيوا أي واحد كيشكوا باللي كيعاونوا. بابلو لقى راسو محاصر من الفوق المخابرات الامريكانيه والطائرات ديال التجسس، ومن التحت جيش الدوله، ومن جناب المافيا اللي باغيه تاكل ليه راسو. الخناق تسير على بابلو، الامبراطور اللي كان كيسير العالم ولا هربان من دار لدار مخبع بحال شي فار وما كيقدرش يبقى في شي بلاصه اكثر من 24 ساعه. كاين واحد المشهد تراجيدي في هذه القصه كيبين لك حقيقه الدنيا. في ديك الفتره ديال الهروب بابلو كان مخبع في واحد الدار وسط الجبل مع بنته الصغيره مانويلا وولده ومرته. البنت الصغيره مرضات بالبرد والسخانه وبدات كترعد. الدار ما كان فيها لا ضو لا شوفاج، وبابلو ما كانش يقدر يخرج يشري الدواء ولا الحطب حيت البوليس محاصرين المنطقه. تخيل معايا الراجل اللي مخبعين ليه الملايير تحت الارض لقى راسو قدام بنته اللي كتموت بالبرد. شنو دار؟ جبد خناشي ديال الفلوس كاش ملايين الدولارات د الصح وبدا كيرميها في العافيه ويشعل فيها النار غير باش تسخن بنته. في ديك الليله بابلو حرق تقريبا 2 مليون دولار د الكاش باش يدفي بنته. في داك اللحظه فهم بابلو باللي كاع داك الذهب الابيض والدم والفلوس ما قدرتش تشري ليه حتى ابسط حاجه، الامان والدفاع لعائلته. وصلنا لليوم الموعود 2 دجنبر 1993، نهار واحد مورا عيد ميلاده 44. بابلو كان مخبع في واحد الحي متواضع في ميديلين سميتو لوس أوليفوس. كان بوحده مع الحارس الشخصي ديالو ليمون. بابلو كان كيموت على عائلته، وهاد النقطة هي اللي غتكون قتلته. عيط لولدو خوان بابلو في التليفون وبقى كيهضر معاه. المكالمة طولت أكثر من القياس، فاتت 5 دقائق. أجهزة التنصت الأمريكانية والكولومبية التقطت الإشارة وبداو كيحددوا الموقع بدقة بالاستعانة بشاحنات مجهزة برادارات وسط الحي. البوليس حاصروا الدار، دقوا الباب، الحارس ليمون بدا كيطير بالرصاص وهرب ولكن تقتل في الحين. بابلو بكرشو الكبيرة وشعره ولحيته اللي كبرات هز الفردي ديالو وبدا كيجري. طلع مع الشرجم ديال البيت وهرب فوق سطوحات الجيران وهو كيتبادل الرصاص مع الكوماندوس. كان كيجري حافي فوق القرمود السطح والرصاص كيطير عليه من كل جهة. وفجأة تضرب برصاصة في الظهر ورصاصة في الرجل، والرصاصة القاتلة اللي سالت كل شيء دخلت ليه نيشان من ودنو اليمنية وخرجت من اليسرية. طاح بابلو إسكوبار جثة هامدة فوق قرمود متواضع في ميديلين. طاح الراجل اللي ركع دولة كاملة وخلى وراه بحر الدم. البوليس الكولومبيين بداو كيتصوروا مع الجثة ديالو بحال يلا صيدين شي سبع وفرحوا باللي الكابوس سالة. في الجنازة ديالو حضروا أكثر من 25 ألف واحد من الفقراء د ميديلين اللي كانوا كيشوفوه روبن هود وحامي الدوير، بينما الملايين الأخرى في كولومبيا وأمريكان احتفلوا بموت الطاغية اللي دمر عائلات ويتم أطفال.
مات بابلو إسكوبار وخلى موراه عبرة واضحة بحال الشمس. عالم الجريمة مهما عطاك دي الفلوس ومهما عطاك دي الجاه والنفوذ، النهاية ديالو ديما مكتوبة بنفس الحبر، إما زنزانة مظلمة ومقبرة منسية، إما رصاصة فوق سطح دار قديمة. الفلوس اللي جمعها كاملة ما نفعتوش، والاسم اللي كان كيزلزل الأرض ولا مجرد قصة في كتوبة التاريخ وفيلم في نتفليكس. هنا كتسالي القصة ديال ملك الكوكايين. إلا عجبتكم هاد التفاصيل وهاد السرد ما تنساش تخلي لايك، تشترك في القناة وتقول لي في التعليقات شكون هو زعيم المافيا القادم اللي بغيتو نعرفو قصته. تهلاو.